قصير الصلف للعبان نفس. هنا نجيب بصلايه نفرمها نوعا على هاي الطابوقه او خشبه مال السكيبه اللي تنحط جوا الثلاجه. طبعا لازم تكون وسخه مليانه طحالب. بعدها نجيب التمن مالتنا مال الحصه التعبان، راح نضيف قطن نوعا مال المخالدين. بعد ما ضفنا القطن راح نضيف حصو نوعا تشتريه من سنه مغاره. طبعا هذا الحصو ما يبقى سن بحلقك. بعدها راح نضيف لقط مال طيور. طبعا لا احط هنا طاسه فلبت بالصور، هذا الصور مبارك وبيه مغناطيس ومبارك بيه كلش. بعدها راح نضيف رشات من الملح، لاحظ بالتجمع اللي ورا. طبعا هاي الاكله غنيه بالجراثيم والامراض. بعدها راح نضيف كركم رشات بسيطه، لاحظ بهاي الساقيه اللي بالنص. طبعا هاي تاكل وتمدد بيها وبعد ما تحس بروحك الا انت ميت. هنا راح نضيف السم الاحمر المكون الاساسي. بعد ما ضفنا السم الاحمر راح نجيب رشات من اللقلقي البايض. طبعا هاي الطاسه الاقيها السعدون او البتاوين لازم بايته ويابسه حتى تكون نكهتها جميله وراقيه. بعد ما ضفنا هاي المكون راح نجيب السم الاسود. طبعا صرنا هون مستعملين. بعد ما ضفنا السم الاسود راح نجيب الكرفس والبصل المجفف التعبان القديم البايض. بعد ما ضفنا هاي المكونات كلها راح نجيب الزيت. طبعا هذا الزيت زيت الخروع، نضيف لي ملعقتين كافيات راح تسوي لك امراض كافيه لقتلك. بعد ما ضفنا هاي المكونات راح نخبطهم ونجانسهم وتقريبا صارت عندنا جاهزه الاكله. راح نجيب ورقه مكتوب عليها ارشادات كيف اموت ب 24 ساعه، تاكل من عندها وما يبقى عندك شيء. وهاي رجع ضاف لك حصو حتى شنو لا السن يبقى شيء ولا يبقى شيء بحلقك. هذا حسابي تابعوه.